ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده هنعمل مع بعض شوربه الكوارع او الكوارع بالخل والثوم، طريقه سهله وبسيطه. اتمنى يا رب تعجبكم. الكوارع دي اللي هي الحاجه اللي هي السهل الممتنع، هي سهله جدا، مفيهاش اي يعني تعقيدات ولا حاجه، كلها سهله وبسيطه. تقدري تعمليها بس بتكات معينه وحاجات كده. هتخلي الكوارع معاكي بطريقة حلوة. تابعوا معايا الفيديو علشان تعرفوا أسرار كتير وحاجات كتير، حاجات بسيطة بس هتخلي الأكل معاكي في حتة تانية خالص، وحلو جدا، أحلى من أي مطعم بيعمل أحلى كوارع في الدنيا. أول حاجة هتجيبي الكوارع، طبعا يفضل إن هي تكون كوارع أمامية علشان تكون فيها اللحم كتير وتكون حلوة كده وتخينة، وتكون كبيرة يعني، ولحمها كتير كده أكتر من الكوارع الخلفية. لو فيها أي حاجة لاحظتي فيها أي حاجة مش متنضفة كويس، هتجيبي موس يكون جديد، طلعيه من الورقة بتاعته وتنضفي بيه، وبعد كده ترميه، ما تستخدموش تاني لأنه هيبقى خلاص تلم. طبعا لو انت جايبه الكوارع مش متنضفه تستخدمي كذا واحد لحد ما تنضفي كل الكوارع بتاعتك. آه نضفتها وحطيت لها بقى ميه من الحنفيه عادي جدا، وعصرت عليها كده عصره ليمون، وسبتها كده لمده نص ساعه. بعد كده حطيت عندي في حله على النار، حطيت ميه كده تغلي، وبعد كده خدت الكوارع اللي انا كنت حطاها في ميه وليمون عشان بس يبقى لونها فاتح، تبقى نظيفه كده، واضمن ان هي مبقاش فيها زفاره ولا حاجه. وحطيتها كده في الميه المغليه. تقدري تعملي بقى الميه المغليه دي، تقدري، انا حطيت الكوارع فيها وسبت الحله مفتوحه شويه عشان البخار ده، لو انت غطيتي كل البخار اللي بيطلع هو اللي بيكون الريمه هينزل تاني في الشوربه، وهنبقى ما عملناش حاجه. فنسيب الحله مفتوحه شويه، ايا كان بنعمل كوارع، لحمه، فراخ، اي حاجه، ونسيبها مفتوحه شويه عشان تكون لي البخار، يكون لي الريمه من فوق، ونبتدي نشيلها. حابه ان انت تشيليها وتكملي سوا في نفس الميه، تمام اوكي. لو الكوارع بتاعتك نظيفه، حابه ان انت تغيري الميه، انا هنا غيرت الميه. هي الكوارع نضيفه وكل حاجه، بس انا بحب زياده اطمئنان، بغير الميه واحط لها ميه مغليه. وهنبتدي بقى نحط بقى الخضار اللي انت عايزاه. انا حطيت بصل وجزر، ما بحبش احط اكتر من كده، ما بحبش احط طماطم ولا حاجه. البهارات عندي فلفل اسود، كوبيبه صيني، وحاطه في النص كده خط ملح، تقدري تستغني عنه، انا حاطاه بس عشان يفصل كوبيبه عن الفلفل الاسود. حطيت حبهان وكم عود قرنفل وكم ورقه لورا. دي بس البهارات عندي 5 حاجات. فلفل غير الملح، فلفل اسود، كوبيبه صيني، وسادة حاجة دي انا حطيتها هنا بايدي عشان خاطر ما كانتش هتبان في الطبق، ما كنتوش هتشوفوها. يبقى عندي حطيتها كده وغطيت بقى الحله، خلاص هتستوي. انا شلت بقى الريمه وشلت كل حاجه. بعد ما تستوي كده نص سوا، هنبتدي بقى احط كده كام فص توم عشان متهروش معايا في الشوربه، واسيبها بقى لحد تغطي عليها وتوطي كده لحد ما تكمل سوا. خلاص تمام. هنا ده كان عيش توست وعملته، ما خليتوش ياخد لون غامق علشان لما اجي احمصه. انا عاملاه علشان خاطر الفته. طبعا هعملها لكم الشوربه، تقدري تعمليها بقى شوربه بس، شوربه كوارع بس، وتاكلي فيها العيش يعني فته كده بالعيش. وتقدري برضو تعمليها الرز والصلصه، انا هعمل لكم برضو الفته كامله، هقول لكم برضو تعملي ازاي النهارده في الفيديو، والشوربه برضو لوحدها ازاي. قطعت العيش كده شرايح وهحطه على الشبكه بتاعه الفرن، وهديله بقى ايه، كل شويه كده هقلب، هوطي، خلي النار متوسطه مش واطيه خالص عشان ما ياخدش معايا وقت جامد، بس في نفس الوقت ما يكونش عالي البوتاجاز او الفرن عندك علشان ما يتحرقش معاكي. فخليت اللون شايفين زي ما انتوا ازاي فاتح عشان لما من بره ومن جوه يتحمص معايا يبقى حلو كده. خلاص الكوارع بتاعتي استوت، هوريكم برضو استوت ازاي. ما تخليش الميه قليله لان شايفه الكوارع عندي بتغمق، لما يبقى بجزء كده ما فيهوش ميه بتغمق معاكي على طول، والجلده بتحسيها نشفت كده وبتغمق. دي اللي تحت الميه اهي، شايفين لونها فاتح ازاي؟ شايفين التانية تحت الميه كانت غامقه شويه، اللي فوق الميه قصدي. فحاولي انت تبقي مغطساها على طول في الميه. انا كده كده خلاص هغليها وهغطيها كلها بالشوربه. هطلعها، بس مرحله السوا ما تخليهاش تتهري، اللي هو العظم لوحده يفصل في الحله معاكي، لان هتبقى كلها بقى خلاص اتهرت كده، مش هيبقى ليها طعم ولا آه يعني ندغه كده حلوه في البق. ده كده القوام حلو، هو تتمسك وفي نفس الوقت طريه، مش بتشد ولا فيها العروق بتشد ولا حاجه زي كده، اللي هو تقدري تخليها كده بالشوكه والسكينه، تقدري تخليها. تقدري بقى تعمليها الطشه والتومه كده بالخل، والطشه اللي هتعمليها هي والكوارع سليمه، وتقدري تخليها زي ما انا هعملها. انا النهارده هخليها، عايزاها كلها مخليه. الكبار والصغيرين بيحبوا الطريقه دي عشان بتبقى سهله كده ولذيذه. طبعا في ناس بتحب اللي هي تاكل كده وتفصفص كده بايديها بالعظم والحاجات دي، طبعا يسيبوها زي ما هي بالعظم. لو عندك اطفال اخليها لهم بالطريقه دي، هيعجبوا بيها جدا وهياكلوها، مش هيعرفوا دي ايه، يعني عباره عن
لحمه كده طريه وكلها كده جيلاتين، طبعا هي كلها احنا عارفين فوائد. بصوا انا هنا صفيت الشوربه، طلعت الخضار وطلعت العظم والكوارع عندي اهي خليتها. هزودها بقى شوربه علشان ما تنشفش معايا ولونها يغمق والجلد بتاعها يغمق. لازم تبقي مغطياها كده بالشوربه لحد ما تجهزي كل حاجه. ما ينفعش تسيبيها كده لوحدها وتقولي خلاص هي كده جاهزه وبعد كده ابقى احطها بقى في الشوربه، لا، غطيها بالشوربه تماما عشان ما تسودش معاكي. والعيش كمان جهز معايا اهو. انا خليت لونه ذهبي. بصوا عايزه اقول لكم برضو ان اللي لونه فاتح، اللي اتحمص معايا ولونه فاتح زيه زي التاني مش هيعجن معاكي ولا حاجه. حابه ان انت تحمصيه يا دوب ياخد لون كده فاتح خالص، مفيش اي مشاكل، الاتنين زي بعض والاتنين نفس الكسره واتنين محمصين وتمام زي الفل. كده العيش جاهز والشوربه عندي جاهزه، فاضل لها بس الطشه. تعالوا نشوف بقى الطشه هنعملها ازاي. وفاضل عندي كمان الحاجات بتاعت الفتة، بس مش هصور كل حاجة يعني. انا ما صورتش معاكم العيش، انا العيش ده لسه عاملاه برضو طازة علشان يتحمص معايا حلو ويبقى طازة كده، يبقى حلو معايا في الفتة. الرز برضو هعمله بس مش هصوره برضو. بس هصور معاكم الصلصة اللي هعملها عشان الصلصة دي برضو بسيطة وسهلة وهي برضو اللي بتدي طعم. حطيت شوية كده من الزيت وحطيت عليهم عصير طماطم وسبتهم يتسبكوا، عبارة عن صلصة بس لسه هكملها واعمل لها طش. لو عندك صلصة جاهزة تمام اوكي مفيش اي مشاكل، هتجيبي صلصة، معلقة من الصلصة، وهتكملي معايا بنفس الطريقة بتاعت الطشة بتاعت الصلصة. آه آه الرز انا عملته بس ما صورتوش برضو عشان ما ياخدش معايا وقت، والعيش برضو عشان ما ياخدش معايا وقت. كده الشوربة عندي جاهزة، احطها بقى على النار عشان لما اعمل الطشه بتاعه الخل والثوم تبقى الشوربه عندي سخنه. ما تخلوش الشوربه بارده وتعملوا لها الطشه وتحطوها عليها وتسيبوها، لا هتبقى عايمه من فوق، مش هتديكوا الطعم حلو. خلوا الشوربه سخنه، يعني اغلوها كده انتوا لو بردت معاكوا او لو عملتوها من فتره وبردت، لا اغلوها وخلوها تبقى سخنه معاكوا علشان اول ما تنزلوا عليها بالطشه تاخد معاكوا الطعم بتاع الطشه والخل والثوم والحاجات دي. حطيت بقى معلقه من الزبده وحطيت عليها شويه من الزيت ونزلت عليهم بالثوم. اول ما سخنت نزلت عليها بالثوم. حابه تحطي زيت بس مفيش اي مشاكل، هي بتتعمل بزيت بس انا حبيت احط سنه كده من الزبده عشان تدي طعم كمان كويس. حطيت بقى نص مكعب من المرقه، حطيته هنا في الخل والثوم، والنص التاني هحطه في الصلصه لسه بس لما اعملها. اول ما خدت معايا خلاص بدات تاخد اللون الذهبي نزلت عليها بمعلقه من الكزبره الناشفه. وبعد كده اول ما خدت اللون ومكعب المرقه، وبعد كده اول ما خدت اللون نزلت عليها بربع كوبايه من الخل وشويه من الشوربه ويدوب غلوه والتانيه، وحطيتهم رجعتهم تاني في الشوربه. خدت كمان كبشه من الشوربه تاني عشان اخد كل الحاجات اللي في الطاسه عندي، وتبقى كده الشوربه عندي خلاص بقت جاهزه وتمام. فاضل عندي بقى هعمل الصلصه اللي هعمل بيها الفته. انتي كده هو لحد الشوربه بتاعت الكوارع بالفته والثوم كده تمام قوي. لو انت حابه تستكفي لحد هنا تمام خالص، حابه ان انت تكملي وتشوفي الصلصه بتاعه الفته وتكملي الفته اوكي. تقدري تعملي الشوربه كده بالكوارع بالعيش وخلاص على كده. كل واحد تاخدي البوله بقى بشويه الكوارع بالشوربه والعيش القرقوش بقى تحطي بقى فيهم كده، ودي كده ممكن تكون اكل لوحدها. حابه ان انت تعملي جنبها فته هتتابعي معايا. انا حطيت برضو نفس الخطوات الاولى، حطيت زبده وزيت وحطيت عليهم الثوم ورشه كزبره ومكعب المرقه، ونزلت عليهم بربع كوبايه من الخل، وعليهم على طول ورا بعض نزلت عليهم على طول بالصلصه اللي انا جهزتها او معلقه صلصه تكون جاهزه عندك وتسيبيها كده تغلي. حطيتها كمان عليهم شويه من الشوربه علشان ما تبقاش آه تقيله. وفي الاخر خالص رشيت رشه كده خفيفه، شايفين بايدي ان شفتوها انا بعمل ازاي، جوز الطيب، رشه خفيفه خالص عشان ما تمررش معاكي. رشة جوز الطيب دي بتدي طعم وريحة حلوة جدا، تخلي الأكل بتاعك يوصل لآخر الشارع. بس دي بتبقى حلوة في الصلصة، بس أنا حبيت أزود كمان شوية في الشوربة، حطيت كده رشة خفيفة برضو ورشة في الصلصة، وهتسيبيهم يغلوا يدوب غلوة والتانية وبعد كده تطفي على طول. بحب أحط جوز الطيب في الآخر علشان زي ما قلت لكم ساعات بحسها بتمرر الأكل وما بتبقاش حلوة قوي. انها بتتحط في الآخر بتحافظ على الأكل كده، تخليه الريحة كده لسه طازة وريحة الأكل كده حلو. هنحط بقى كده خلاص كل حاجة عندنا جاهزة، الصلصة جاهزة والرز جاهز والعيش وكل حاجة. تعالوا بقى نعمل الفتة. هنحط أول حاجة في القالب، أنا دهنته كده رشة كده خفيفة من الزيت ومسحتها بالمنديل عشان ما يبقاش فيه بقايا زيت عندي والرز يتشربها. رشة خفيفة كده. وبعد كده جبت العيش بقى بتاعي ودوست على الرز الأول، وبعد كده العيش بتاعي اديت له كده كبشتين من الشوربة. طبعا مع الكبشة دي صغيرة بس انا حبيت احط كده بس كام كبشه عشان اضمن ان العيش كله فيه. وبعد كده هنزل برضو هكمل التشريب بتاعه في الصينيه. حطيت كده العيش قصدي وسويته كويس كده
وبعد كده هتكملي بقى هتسقيه كويس جدا علشان ما يبقاش ناشف معاكي، هتسقيه كويس جدا. وهتحاولي ان انت تسقي العيش وتخلي كميه بسيطه هي اللي تنزل على الرز عشان ما يعجنش معاكي وما يبقاش، هو مش هيعجن بس هيبقى فيه شوربه كتير بتنزل في الصينيه. يعني حطي شوربه على قد العيش، والزياده يعني لو في زياده تبقى زياده معقوله كده بسيطه علشان خاطر تنزل بس على الرز تطعم لي الرز. الحركه دي بتبقى حلوه انها بتطعم العيش والرز معاكي، ويبقى الاكل كده كله واخد من بعضه طعمه حلو. هنجيب بقى السيرفيس او الطبق او الصينيه اللي هتقلبي عليهم الفته بتاعتك، وهنقلبها كده بالطريقه دي. لازم تدوسي على الرز علشان، ولازم يبقى الرز هو اول طبقه علشان خاطر هو اللي هيمسك معانا القالب لما نيجي نقلب. تقدري بقى تحطي العيش، تقدري تحطي كوارع بعديه، اي حاجه الطبقات اللي انت عايزه حابه تحطيها حطيها، مفيش اي مشاكل. انا حابه بس ان انا اعمل رز وعيش بس، والكوارع هخليها لوحدها. تقدري تحطي الكوارع لوحدها، تقدري تحطي الكوارع كده في النص، في نص القالب لو انت عندك عزومه ولا حاجه. تقدري تحطي الكوارع في نص القالب كده من جوه، او في الحرف كده داير ما يدور. الطريقه اللي تريحك والتشكيل اللي انت بتحبيه اعمليه. انا هنا خليت رز وعيش بس، وعليه كمان هحط الصلصه، وهزين كده بشويه من الجزر، وهستكفى بالمنظر اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. الصلصه اهي حطيتها كده اهو، وهاخد باقي الصلصة معايا علشان خاطر اللي حابب يزود بقى على الرز. احنا بناكل كده الفتة في الطبق بتاعه ياخد ويزود. حابة برضو ان انتي تاخدي معلقة من الصلصة على الطبق بتاع الشوربة بتاعة الكوارع وتقلبيهم مع بعض، هيبقى برضو تمام وحلو جدا. بس انا حابة الصلصة دي تبقى للفتة، وشوربة الكوارع تبقى لوحدها وتبقى جميلة كده ولذيذة وكمان خفيفة. انا بحب الحاجه لما تبقى خفيفه بتبقى حلوه وجميله ولذيذه، وفي نفس الوقت طعمها حلو ومميز جدا جدا جدا. جربوا الطريقه دي هتعجبكم، ولا افخم مطعم بيعمل شوربه كوارع. الطريقه دي هتخليكي ما تاكليهاش من بره وهتدمنيها وتبقى حلوه جدا، ومحدش هيقولك ان اكل الكوارع من بره ابدا، انت اللي هتعمليها وتبقى حلوه جدا جدا جدا. اتمنى يا رب الفيديو يعجبكم، وان شاء الله هعمل لكم الطريقه التانية اللي هي بتاعه الكوارع او طواجن الكوارع بالصلصه. هعملها لكم لوحدها لان مش هينفع الاتنين مع بعض في الفيديو. وده كان شكلها، انا حاولت بقدر الامكان ان انا اصورها لكم بطريقه حلوه كده وتبان، بس معلش التصوير مش قد كده، اعذروني. واتمنى يا رب الفيديو يعجبكم، ولو استفدت ولو بمعلومه بسيطه اتمنى يا رب تعملوا لي لايك وتكتبوا لي ايه الحاجه الحلوه اللي عجبتكم. ولو جربتوا الوصفه وطلعت معاكم حلوه اكتبوا لي برده في التعليقات، ولو حابين فيديوهات معينه اكتبوا لي في التعليقات ايه الفيديوهات اللي انتوا حابينها. واستنوني ان شاء الله في الفيديو اللي جاي هعمل لكم الطريقه التانية. وما تنسوش لايك وشير للفيديو، لو اول مره تشوفوا القناه ما تنسوش تشتركوا في القناه، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامه، في رعايه الله.